على فكرة انت من غيري ولا حاجة. nothing. صحة عظام بقى، وتقلل لي نسبة الإصابة بالسرطان وبالسكر وبتكافح لي الاكتئاب. انت من غيري ولا حاجة. فوق لنفسك، فوق. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن فيتامين مهم قوي في الجسم. الفيتامين ده نقصه بيؤدي لضعف امتصاص الكالسيوم، وبالتالي هيزود نسبة الكسور وهشاشة العظام. ده غير ان هو بيزود من الاكتئاب، وبيزود خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وبيخليك تتعب وتحس بالإرهاق من أقل مجهود، وبيرفع من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية. وكمان النقص ده بيأثر على مستوى السكر في الدم، لأن النقص ده بيأثر بشكل سلبي على الشغل بتاع الأنسولين في الجسم. ايه هي فوائده بقى، وايه هي مصادره، وايه الاسباب اصلا اللي بتخليه ينقص في جسمنا، وازاي نزوده؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. الفوائد بتاعت فيتامين دي ان هو بيحافظ على صحة العظام، لانه بيزود من الامتصاص بتاع الكالسيوم والفوسفور، وبيحارب تكوين الخلايا السرطانية، وبالتالي فهو بيكافح السرطان او الاصابة بالسرطان. وكمان بيحسن المزاج وبيكافح الاكتئاب، وبيقلل من اخطار الاصابة بالسكر، وبيقوي الجهاز المناعي اللي موجود في الجسم. ده غير ان هو بيقلل جدا من خطر الاصابه بمرض الكساح في الاطفال. طبعا في البرومو انا كنت بتكلم وبقول انت من غيري ولا حاجه، كنت بتكلم على فيتامين دي، واللي بيتكلم ده كانت الشمس، لان الشمس ليها دور مهم جدا في التكوين بتاع فيتامين دي. فيتامين دي الاكتف فورم بتاعته او الصوره النشطه بتاعته اسمها 1 و2 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول. اللي بيحوله للاكتف فورم دي هو الشمس، عشان كده لازم نتعرض للشمس بشكل يومي من 5 دقايق على الاقل لماكسيموم 30 دقيقه، حتى لو كان الوش والايدين بس. طيب انا دلوقتي ما بتعرضش للشمس بشكل كافي، سواء بقى عشان ما بنزلش او انا موجود في مكان ما فيهوش شمس كتير. طبعا احنا في الحر دلوقتي فما فيش اكتر من الشمس بتهيألي. ففي مصادر تانية غذائيه بنقدر ناخد منها فيتامين دي اللي جسمنا بيكون محتاج له، زي المشروم، وزي كمان صفار البيض. يعني تناول بيضة واحدة بس في اليوم بيديلك 10% من فيتامين دي اللي جسمك محتاج له. سمك السلمون وسمك التونة والبحريات عموما غنية بمجموعة كبيرة جدا من الفيتامينات، ومن ضمنها فيتامين دي. الحليب بقى او اللبن برضو جواه مجموعة كبيرة من الفيتامينات، وكمان فيتامين دي موجود فيه بتركيز كبير. ده غير كمان كبدة البقر اللي غير فيتامين دي اللي موجود فيها فيتامين ايه وحديد وزنك ونياسين، وكلها عناصر مهمة في بناء الجسم. وزيت كبد الحوت طبعا مش محتاجين نتكلم عليه عشان فوائده، وزيوت الاوميجا كمان اللي موجوده فيه. طيب ايه اللي بيخلي فيتامين دي ينقص اصلا في الجسم؟ اول حاجه انك ما بتتعرضش للشمس بشكل كافي. طبعا لما بتكلم عن التعرض في الشمس ما بتكلمش ان انت تنزل تقف الساعه 12 الظهر ولا الساعه 1 الظهر، لا بالعكس، ده انت المفروض في الاوقات دي تبعد عن التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر. لا احنا بنتكلم في الوقت اللي هو بيكون في اول اليوم او في اخر اليوم. وبالتالي عدم تعرضك لاشعه الشمس ده السبب الرئيسي في نقص فيتامين دي عندك. لما السن يزيد فوق ال50 سنة بتقل قدرة الجسم على امتصاص فيتامين دي. زيادة وزن الجسم والسمنة المفرطة برضو أحد العوامل اللي بتؤدي للنقص ده. أمراض الكبد واضطرابات الجهاز الهضمي مش بس بتأثر على فيتامين دي، لا ده بتأثر على امتصاص معظم الفيتامينات والعناصر اللي الجسم محتاجها من الجهاز الهضمي. وطبعا لو انت ما بتتعرضش لأشعة الشمس، وكمان ما بتاخدش أكل أو ما بتاخدش مكمل غذائي فيه فيتامين دي، فبديهي جدا يكون عندك نقص في فيتامين دي. ليه بقول لكم الكلام ده؟ علشان صحتك وصحة أولادك وبيتك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتابعنا علشان تشوف كل جديد بإذن الله، ورب دايما تكونوا بكل خير وعافية، واشوفكم على خير. سلام.